عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا النهارده نقدم بس نشرب ميه معلش. النهارده طالعه لكم يعني حاجه خفيفه. النهارده انا ما عملتش اكل خالص، انا صاحيه متاخره لان كانت معايا سيليا تعبانه وانا السكر عالي والله، وصحيت متاخره. اتصلت بسامح قلت له هات لي بقى ايه اكل، اي اكل حتى والله العظيم ما عملت ولا بلح ولا طبق، ما عملتش اي حاجه. جبت بقى سمك، سامح هو اللي اتدبس جبنا النهارده سمك. كنت بتعذب عند بتاع السمك النهارده والله من الريحه بقى اتفضلوا معانا يا جماعه، اتفضلوا معانا. ما تجيبليش كتلك عشان تاكلي. على فكره يا جماعه سلمى بالثوم برضه معانا. احنا مقعدينها كده بقى لها بتاع نص ساعه مثلا كده، مكدرينها كده. طبعا انا يا جماعه انا بحب الجبنه القديمه، كان نفسي فيها قوي. عاوز تفضلوا معانا اكل خفيف كده، عاوز تفضلوا معانا. ماما بتحب الجبنه القديمه قوي. انا بحب اي حاجه حوادق، هو اللي عامل فيا كده والله. سبايسي يا ماما مش حوادق. حاضر سبايسي. نبقى عربي يا سلمى. انا نفسي اتكلم عربي احسن. كنت بتتكلمي انجليزي؟ سمي الاول يا سلمى يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. اتعلمتها. عاوز تفضلوا معانا يا جماعه. بسم الله الرحمن الرحيم. خليكم معانا بقى اخر الفيديو كده عشان انا عايزه اقول لكم كلمتين مهمين. لا يا جماعه اللي شافنا كده فاتح الفيديو صلى على النبي اول حاجه. وما تنسوناش في اللايك. صرف اللايك بالله عليكم. قولوا بخاطرنا يا جماعه. سمك سنجاري بقى من عندنا محل 10 على 10 يعني. بس ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. ما تنسوش يا جماعه بالله. ان انتوا بتحبوني بتحبوا سامي. كله بس كله. مفيش حاجه اسمها تصنع يا جماعه. هنصنع ايه؟ هنصنع احنا وبنفطر، ولا نصنع احنا وبنتكلم، ولا نصنع ايه؟ احنا الحمد لله يعني. والناس اللي بتقول فين محتواك وفين مش بتناقش محتوى والكلام ده، يعني شوف القنوات الكبيره اللي نفس المحتوى اللي احنا بنعمله. يعني شوف القنوات الكبيره المليونيه اللي انت ممكن اصلا تكون متابعها وانت مش واخد بالك. قنوات مليونيه وما شاء الله يعني قنوات كبيره. فاحنا بنقدم نفس المحتوى بغض النظر بقى عن المحتوى. الكلام ده لينا اصدقاء ولينا ناس بنحب نتعرف عليهم ونقعد نتكلم معاهم بغض النظر عن اي حاجه، حتى بعيد عن اليوتيوب كمان. مش معايا غير دي. خلاص بقول خلاص بقى مش قادره اقول. احنا كنا نصحش مواعيد عشان انا تعبانه. انا يقول لك مش محتوى. ما احنا عايزين نشوف لك يعني نشوف لك محتوى ولا نشوف لك محتوى. ان احنا 4000 ما تنسوش يا جماعه ان احنا 4000 بس احنا كنا ايه؟ كنا مبطلين سنتين. بقالنا اكتر من سنتين. اللي بيتكلم ده احنا كنا مبطلين سنتين او بتتكلم. هنتكلم عامة يا جماعه، مش هنتكلم عن حد معين. احنا ما بنتكلمش عن حد معين، احنا هنتكلم بس عن المكان. بالنسبه يعني لايه اللي حاصل وبتاع، كل واحد يبقى عقله في راسه كده، فاهمين؟ ادام احنا احترمنا الشهر وفي ناس دخلت وبتاع واحترمنا الشهر الكريم اللي احنا فيه، يا ريت بقى نحترمه للاخر. يعني ما نجيش في نص الطريق وايه ونرجع تاني. يعني ريت تكون اتعلمنا الدرس يا رب من اللي حصل واللي جرى. ريت تكون اتعلمنا الدرس. قول لهم اتعلم. قول لهم بقى السبح هتعملوا تعرفوا اهو. معلقه شويه. بالله عليكم كومنت حلو. مش عايزه اي حاجه من حد الحمد لله. انا عايزه بس الكومنت الحلو. ربنا يكبر بخاطركم وتكونوا بخاطري واللايكات. ونطبخ في البيت بقى عشان اكل الدليفري مكلف يعني. ايه؟ طبعا. تعال. بابا. بس أنا درست أحسن. أنا درست
حلو قوي. انا بحبش لا شوف. أكل الدلافين ده والله حلو. يعني ايه عايزه اكل ضرب لبنتك على طول. بتقولي كده؟ ربنا يكرمنا يا سلمى واجيب لك تنتكي وانت نفسك فيه ده همبرجر. بيتزا كمان. ان شاء الله. بيتزا كل حاجة والصبور. ان شاء الله رشد لحمه. عايز اقول يا جماعه اللي على اليوتيوب كلهم او الناس اللي الدايره اللي احنا منها وكده، احنا يمكن ما نعرفش بعض شخصيا مثلا او بنتقابل، ممكن اقصى معرفه لينا البعض اللي احنا بنتكلم بعض على التليفون او بنتواصل مع بعض عن اي موقع تواصل اجتماعي، تمام؟ يبقى في بيننا وبين بعض الاحترام. لو فقدنا الاحترام بيننا وبين بعض في المنصه دي يبقى خلاص كده عليه العوض، يبقى بلاش منها احسن. لو دخلنا في دور اللي احنا ما نحترمش بعض ونقل من بعض والكلام ده كله، يبقى بلاها خالص اليوتيوب يا جماعه. ليه؟ لان كلنا ناس وكلنا اولاد ناس وكلنا بنعرف نعمل وكلنا بنعرف نسوي. يبقى خلاص يا جماعه كل واحد يبتدي من نفسه. انا هبدا بنفسي ان انا احترم نفسي واحترم الناس ايا كان ايه هي نوعيه الناس دي، انا احترمهم عشان ينعكس عليا الاحترام دوت، يبقى كمان انا يحترموني. فدي كلمتين يا جماعه بالله عليكم كل واحد يبدا بنفسه في موضوع الاحترام ده بالله. يعني حاول تحترم نفسك وتلاشى اي مشكله عشان هو اللي بينا الاحترام. لو فقدناه خلاص ما ملوش لازمه كده اليوتيوب. يا ريت الناس بس تسمع الكلمتين دول بالله عليكم، ما تسمعهمش وخلاص وتطنش، ومش فلسفه والله ومش اي حاجه خالص. يعني ايه، احنا ممكن اكون بذكرك بس، يعني ذكرى بس. واحنا الحمد لله ما لناش عداوه من حد، احنا كلنا اخوات وكلنا يعني سيبكم من اللي تشوف خالص. احنا معاملتنا كويسه مع الناس الحمد لله، وانا مسامحه اي حد بتنمر عليا، مسامحاه الشهر الكريم من وجه الله. بس كفايه تضميني بقى عشان هم لسه بيتنمروا، وشغل التلقيح ده كفايه، يعني كفايه. يعني اللي قاعدين عمالين يطبلوا دول حرام عليكم. انتوا عمالين بتتكلموا واما انا اطلعت وقعدت ازعق. طب انتوا اللي بتنمروا بقى وعمالين تضحكوا، انتوا مش شايفين ده؟ يعني ايه يا جماعه؟ انا رد عادي خالص اهو، مفيش مشكله، ناكل وبتاع وعيش وملح بس خلاص بقى، يعني خلاص كفايه. فتره عدت اقسم بالله سودا، فمش عايزين نكررها تاني بقى بالعكس، عشان الواحد نفسيته مش مستحمله اصلا. يعني النفسيه يعني مش مستحمله، واحنا في ايام صيام وبتاع. خلينا نفكر نصلي، نقرا قران بتاع الكلام ده، انما نفكر في المشاكل ونفسيتنا تتعب. طب على ايه؟ عموما هو الرد كان لطيف اهو، مفيش اي مشكله. فبالله عليكم خلاص يا جماعه نحترم بعضنا شويه. لاي حد بقى الكلام ده، قول انت بقى بتقول اي كلام بتجود من عندك، اقسم بالله العظيم بتكلم بما يرضي الله، عشان في ناس انا شايف يعني ان اليوتيوب ده كل الناس محترمه. والله العظيم. وبتعامل على المبدا على هذا الاساس ايا كان انت مين، بعاملك ان انت محترم عشان تحترمني، ما انا هجبرك تحترمني. فبالله عليكم يا جماعه خلاص يعني. وكلنا فتحنا مصدر رزق يا جماعه. كلنا فتحنا مصدر رزق. مش فاتحينها مثلا ان احنا نقعد نشتم في الناس، كلنا فتحنا مصدر رزق. اي قناه فاتحه مصدر رزق. والناس اللي بتقول ان عايزه مشاهدات على قفا حد، انا اهو امبارح نمروا عليا ما طلعتش اتكلمت عشان يقولوا عايزه مشاهدات. اللي بيتكلموا واللي بيطبلوا كنت خدتها يا جماعه. لو هم انا عايزه مشاهدات وسمعتش التلقيح بودني وعمالين يقولوا اسمي كنت طلعت وعملتش لايك. بس انا محترمه الناس، مش هسكت. انا محترمه الناس، والناس فوق راسي ومتابعيني فوق راسي وعلى راسي من فوق. وانا ادي كلمتي، لا مش عايزه، وانا ادي كلمتي يا جماعه. انا قلت مش هطلع تاني ومسامحه لوجه الله، مش عشان انا مسامحه ان انا خايفه من حد. محدش بيخاف من حد يا جماعه، كل الناس ليها اهل، كل الناس ليها ناس. افتكر ان احنا شفنا اليومين اللي فاتوا يعني كل واحد طلع اسوأ ما فيه. طب خلاص بقى يعني كفايه كده، مش عايزين نفكر الناس، مش عايزين نستمر في اللي احنا فيه، خلاص نقعد بقى. وانا مش سلق يا جماعه، انا غصب عني، بس بالله عليكم محدش يوصلنا لدرجه مش استعطاف، احنا مش انبياء، كلنا بنغلط. وافتكر ان احنا شفنا، واي حد يقول لك اصل انا ما بغلطش او بغلط لحد معين، هو كله غلط. المؤاخذه اللي سرق بيضه زي اللي سرق جمل، ده حرامي وده حرامي، الاثنين حراميه. فما تقوليش انا بشتم شتايم لطيفه، مفيش حاجه اسمها كده. لطيفه دي بتغني، مش حاجه اسمها لطيفه. في حاجه اسمها شتايم انت غلطت، حتى لو ايه، لو بحرف، لو بصيت لي بصه وحشه، ده قال لك العين بالعين، يعني النظره كمان في ليها حساب. فيا ريت يا جماعه نلتزم شويه بالله عليكم، احتراما لانفسنا بس مش لحد.
انا حرمت متابعيني اهو، ما فتحتش بقي. اسمي اتجاب، كله عمال يهزر ويتريق، ما اتكلمتش. هو متابعيني يقول لك انا عايزه مشاهدات. انا كنت طلعت امبارح اتكلمت، بس انا عندي اقولها بالحلال احسن مع المشاهدات على الحاجات الوحشه والكلام ده كله. يا جماعه كفايه. انا قلت سماحه لوجه الله، مش سمعت لوجه الله عشان انا خايفه. انا مش خايفه من حد، انا خايفه من ربنا. يا جماعه كفايه تنمر، كفايه محدش عارف. لانك انت التنمر ده انت بتدوس على حته في البني ادم وحشه قوي، بتدوس على حته ملهاش حل. مش هقول لكم بقى ان انت عامل فيا كده، لا، في ربنا هيرد غيرتي، ولا هطلع مهزوزه مش مهزوزه. بس اللي عليكي تدعي لعم ابو تركي عشان هو طلب مننا الهديه. عم ابو تركي دوت في كلمه لوحدها خالص. روح يا عم ابو تركي، حق حباك النبي، الله يصلح حالك ويفك لك كربك ويديك يا رب. حق حباك النبي يديك من وسع خيره ويخلي لك ولادك ويصلح حالك ويسترها عليك دنيا واخره. واللي بتنمر الله يسهل لك. عمري ما هدى عليك عشان احنا معانا زيك، عمري ما هدى عليك. بس يا جماعه هيقول لي بقى اصل انت خايفه، مش اصل هو يا جماعه مش اول ما حد يشتم يبقى الحكومه هتيجي تاخده. اول واحد هو اللي هيجي ياخد الحكومه. يا جماعه الحكومه بتتاخد كده وخلاص. انا اللي هيطلع يقول لي اصل انت خايفه من ان اللي هو قال، ما تروح تقول، روح قول للحكومه، روح قول للحكومه. انا يا جماعه مش طالعه ان انا بقول لك كفايه. انا ما جبتش اسمك اهو، ما جبتش اسم اي حد. يا جماعه كفايه التنمر، كفايه. ما تحاولوش تدوسوا على الواحد تطلعوا الحاجه الوحشه وبعد كده تقولوا انتوا اللي غلطانين. ما يبقاش التنمر ده حاجه سهله يعني، حاجه كبيره. مش دي ماده. ما يبقاش التنمر ماده للهزار وللضحك والكلام ده. مش ماده خالص. ليه؟ لاننا كل واحد فينا في عيب. في واحد مؤمن وقلبه عادي وراجل نفسيته كويسه عادي بيتعامل باللي هو حاطه. كلنا عيوب. انا بتعامل عادي ان العيب بتاعي ده مش ما يعيبنيش، عادي خالص بتعامل عادي. في واحد تاني لا بيداريه. خلاص يا جماعه، خلاص يا حبايبي، مش عايزه حد يزعل مني من اللي انا قلته. اتمنى الفيديو يعجبكم كده وتشجعونا بقى. كومنت يا جماعه بالله عليكم. كلكم